بشاير الشتا هلت ولازم نعمل كوباية حلبسة ندفي نفسنا يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وحشتوني جدا من 3 اسابيع فاتوا. انا عارفه ان انا طولت عليكم واتاخرت، بس والله غصب عني. بجد بجد بشكر كل اخ واخت دخلوا دعوا لي في الكومنتات، كل دعوه اتدعت لي في الكومنتات بجد فرقت معايا جامد. طبعا من بعد ربنا سبحان الله وتعالى قدرت ان انا اقوم اقف على رجليا، طبعا بسبب دعواتكم الجميله وبسبب كومنتاتكم الحلوه اللي هي شجعتني ان انا اقوم واللي انا اصور تاني. انا عارفه ان انا اتاخرت عنكم، سامحوني اذا كنت مش قادره اتكلم او كمان يعني بقطع في الكلام. بجد تعبانه قوي، عايزاكم تدعولي كتير قوي 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 في الفيديو دوت. بجد كل لما انتوا بتدعولي وبتدعموني بجد بتشجع اكتر، ويعني مش قادره اوصف لكم بقى الفرحه اللي بتبقى في قلبي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وكمان كومنت حلو زي كنت تسعدوني بيه. هنا بقى تعالوا بقى نشوف وصفتنا الحلوة اللي احنا هنعملها مع بعض. هي وصفة سهلة وسريعة، بس انا حبيت اللي انا افرحهم بيها عشان جو البيت كله طبعا زعلان عشاني. حبيت بقى اللي انا اوريهم اللي انا قمت واتشجعت، واللي انا كمان اعمل لهم حاجة يشربوها وتدفيهم في الساعة اللي احنا فيها ديت. عملت بقى حلبسة دوت ربع حمص. طبعا غسلته كويس ورحت حطيت ميه تغلي على النار ونزلت بالحمص. اديته غلوتين ورحت طافيه عليه لمدة ساعة، وبعد كده نزلت اللهم صل على النبي بربع كيلو من الطماطم، وهنزل بثلاث ليمونات، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة او معلقة ونص من الكمون، وطبعا الملح حسب الرغبة والشطة طبعا حسب الرغبة، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من الثوم. وبجد هتشربي احلى كوبايه حلبسه بجد حلوه جدا وهتدفيكي في الساعه اللي احنا فيها ديت. هنا بقى نزلت بقشرتين من الليمون وهنسيبها بقى تغلي مع نفسها. هنا بقى كانت غلت واستوت، هي طلعت مشطشطه شويه، هي اصلا ما بتطولش على النار. شايفين شكلها بعد ما استوت بجد حلوه جدا وبتدفي في الساعه اللي احنا فيها ديت، وفي نفس الوقت ما بتطولش على النار ولا حتى بتكلفنا اي تكلفه. وطبعا لو اشترينا الكوبايه من بره ممكن نجيب الكوبايه ب10 جنيه و15 جنيه، لا احنا هنعمل اصلا اللهم صل على النبي التكلفة كلها هتبقى ب10 جنيه، وهتبقى كمان حلة كبيرة. شايفين شكل الكوباية عامل ازاي؟ اعصري بقى ليمون واقعدي كده قدام التلفزيون واشربي. اللهم صل على النبي. عايزاكم بقى في الكومنتات تقولوا لي اعمل لكم ايه فيديوهات الايام اللي جايه، وعايزاكم تشجعوني كتير. وزي ما قلت لكم بشكركم بجد من قلبي. الفيديو اللي فات يعني ما شاء الله اترفع، كانت مشاهدته حلوه جدا بالنسبه للفيديوهات اللي قبليه، وكمان الكومنتات شجعتني. وسامحوني اذا كنت اتاخرت عليكم والله غصب عني. والناس اللي هتقولي طب انت ليه ما صورتش في مطبخك، انا للاسف لظروف يعني خاصه بيا سبت شقتي، وممكن ان انا ما اصورش فيها تاني. يعني انا سبتها وقاعده عند ماما، بس هي لسه موجوده يعني لسه ما بعتهاش وكده. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني من غير مقاطعه هبيعها وهروح شقه تانية. عايزاكم بقى تدعوا لي بقى كتير، وان شاء الله ادعوا لي في الكومنتات واصور لكم كل حاجه. بحبكم في الله، وبجد بجد وحشتوني جدا في رعايه الله.